اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نرحب طبعا بضيوفنا الكرام الكابتن علاء نبيل. اهلا بك كابتن علاء. منور النهارده. كلكم منورين، وبرحب بكابتن اشرف، اول مره اطلع معاه. الله يخليك. واضافه حلوه للقناه وحاجه جميله يعني. اكيد، بس بلاش تقطع فيا. لا ما اقدرش. برحب بالكابتن اشرف ياسر. كابتن اشرف اهلا بيك، منور النهارده. الله يخليك كابتن، وشرف لينا تكون معانا طبعا. ربنا يخليك. كابتن علاء ايوب منورنا. الله يخليك يا كابتن. لا تبرد تقطيع. اذا مشاهدينا الكرام، طبعا هذه مباراه كابتن علاء في البدايه، مباراه طلائع الجيش والاسماعيلي. سنبدا بهذه المباراه. طلائع الجيش أجاد في المباراة الماضية، له مباراة مؤجلة مع نادي الزمالك، أجاد في المباراة النادية مع المصري، وكان الدفاع هو سر التفوق طلائع الجيش على المصري. لو جينا اتكلمنا عن طلائع الجيش يا كابتن تامر، أول مباراة هو استطاع أن يفوز بالمباراة بالشوط الأول، أحرز هدفين، عمل لقاء عالي جدا، تكتيك تشكيل عالي جدا. الشوط الثاني اتقلبت الصورة تماما. أنا في تقديري من التغيير اللي عمله الكابتن احمد العجوز، من تغيير بعض المراكز، من تغيير بعض اللاعبين في نص الملعب، اثر عليهم الشوط الثاني. وكان ممكن المباراه الاولى نادي المصري كان ممكن يخطف تعادل سهل جدا، لكن هو خلال الشوط الاولاني قدر يستطيع هو ياخد ال3 نقاط من المباراه. لكن في حاجه بتتقال في الملعب، في بالرغم مثلا من في ناس كتيره مشت من الفرق اللي برضو تحس ان هم فرقه واقفه على حيلها، بيلعبوا بتكتيك 3 في نص الملعب، بيلعبوا ب4 و3 في نص الملعب و3 قدام، اللي هم احمد عيد عبد الملك واحمد صبري ومحمد اشرف القادم من النادي المصري. عملوا جيم حلو خلال 45 دقيقه، وقدروا هم يتحملوا عبء المدافع زي ما حضرتك تفضلت وقلت الشوط الثاني. وقدروا يطلعوا بالنتيجه 3 نقاط في بدايه الموسم مع النادي المصري. انا شايف ان هم من 3 نقاط مهمه جدا للنادي طلائع الجيش في بدايه مشواره. كابتن اشرف، يمكن احنا كنا موجودين في المباراه الماضيه طلائع الجيش مع النادي المصري، وكان طلائع الجيش كان بيضغط دايما على فريق المصري من قدام، ودي كان سبب تفوق ايضا، واحد من سر تفوق طلائع الجيش. ممكن يقدر يعملها النهارده مع نادي الاسماعيلي؟ لو سمة لعبه دلوقتي او السيستم اللي هيبتدي يلعب بيه في معظم مبارياته، ممكن لو هو عنده قدرات في لعيبته في الخط الامامي، ان هم عندهم سرعات، عندهم قوه بدنيه، عندهم تفاهم مع بعض، الرباعي الهجومي او الخماسي اللي بيلعب في المنطقه اللي فوق، ممكن يشتغل بالشكل ده. لكن لما تيجي تتكلم على طلائع الجيش بالنسبه للمباراه اللي امام المصري، هو قدر يتفاهم هو عايز ايه من المباراه. يعني هو نزل المباراه، يعني احمد العجوز طبعا هو يعني جه في فتره اخيره بعد وجود الكابتن حسن، قدر ان هو يعمل عمليه التوليفه اللي داخل الملعب. بس احنا مش هنقدر نحكم على اداء الفرق زي ما احنا اتفقنا. انا كل استوديو هقوله لك بعد 7 أو 8 أسابيع نبتدي نحكم على امكانيات كل الفرق. صحيح. لكن في البدايات مهم جدا ان انت تقدر تحصد عدد من النقاط، لان هتفرق معاك كتير جدا، وخصوصا مع الفرق اللي هي كانت بتعاني الموسم اللي فات. يعني طلائع الجيش من الفرق اللي عانت في الموسم اللي فات لغايه نهايه الدوري. كانت بتخسر في اوقات كتير جدا. انا مش مع دلوقتي في بدايه الموسم بالذات ان انت يبقى ادائك عالي جدا وتخسر نقاط. يعني زي امبارح مثلا طنطا وهي بتلعب المباراه امام سموحه، ادت اداء عالي جدا. صحيح. ادت اداء كويس جدا، بس صحيح. خسرت ال3 نقاط. ال3 نقاط دول هيفرقوا معاه في الدور الثاني بشكل كبير. انا مع نوع من التوازن في اداء الفرق كلها، وخصوصا في الاسابيع الاولى، علشان تقدر ان انت تعمل عمليه استقرار فني للفرقه كلها. مجموعه اللاعبين اللي عندك تبقى وضعت ايدك على ال11 او ال15 لاعب اللي ممكن تتعامل معاهم الفتره اللي جايه، علشان تقدر ان انت تحصد عدد من النقاط. وده اللي بيعمله على فكره كمان الفرق الكبيره. يعني مثلا النادي الاهلي كسب ال3 مباريات، عنده مشاكل كتير جدا، عنده في خطوطه في يعني ثغرات ممكن، خصوصا النواحي الدفاعيه، لكن بيقدر يعمل ايه؟ بيكسب ال3 نقاط. هو دلوقتي في المركز الاول زيه زي سموحه. ونفس الوضع سموحه على فترات بتأدي بشكل كويس. ولكن بتقدر انها تاخد 3 نقاط. ال3 نقاط دول هيفرقوا معاهم في الفتره اللي جايه. 3 نقاط اهم من الاداء. مش اهم من الاداء، يعني التوقيت الحالي. بالظبط. ممتاز. كابتن علاء، بالنسبه لفريق طلائع الجيش، يعني هل هيبدا بنفس التشكيله اللي بدا بها مباراه الاسماعيليه، ولا هيامن اكتر؟ ممكن ينزل مثلا فرانكو وواحد صاحب يعني قوه بدنيه وصاحب دفاع اكتر، ويامن دفاعاته مع فريق نادي الاسماعيلي؟ لا، انا شايف ان وانا من كابتن احمد عجوز هبدا بنفس تشكيل اللي لعب بيه قدام المصري. واضح ان هم في انسجام، ودايما يا كابتن تامر في البدايات مش لازم بغير كتير، خصوصا في اول ماتشين 3 بحاول اثبت تشكيل، وتغيير يبقى في الحاجات المحدوده قوي.
لحد ما اوصل 5 6 ماتشات يبقى انا خلاص التشكيل واضح قدامي. ده ما كانش مثلا قبل بطوله الدوري انت خلاص ملامح التشكيل مثلا 90% كلها خلاص موجوده عندك، والتغيير زي احنا متفقين على حاجات يعني ضيقه جدا. لكن اعتقد المباراه التشكيل كسب غير كتير يا كابتن. في ما ده مش صح على فكره يا تامر. احنا كنا وانت بالظبط كنا انا وانت وكابتن اشرف واتكلمنا في نفس الموضوع ده. نعم. ما ينفعش واعترضنا على الكلام ده، قلنا ما اعرفش احنا ما نعرفش ايه الظروف، لكن 4 5 لعيبه بعد كل مباراه كتير جدا. انت هتلاقي يعني انت هتثبت تشكيلك امتى؟ وده بيقول في حاجه اسمها انسجام بين اللعيبه، ما ينفعش كل مباراه 2 3 جداد، استحاله يحصل انسجام يا تامر. وانت كمدير فني مش هتثبت على التشكيل اللي انت عايزه او التيم اللي انت خلاص قدامك، والتغيير زي مثلا ايقاف، اصابه لا قدر الله، حاجه معينه عايز تلعب بيها انت مباراه قادمه، يبقى يا دوب تغير لعيب. لكن كل مباراه بتغير اكتر من 2 3 لعيبه، اعتقد حاجه مش صحيه خالص. ثبت العناصر وثبت الطريقه. اكيد لو انا ماشي بالعناصر الصح والطريقه المناسبه لي انا ومناسبه لعيبتي ما هغيرهاش، امشي نفس الطريق اللي انا ماشي بيه. الا بقول لك لو في مباراه معينه جدا يعني مره او 2 في الموسم كله اغير. لكن انا مثلا لو انا النهارده من طلائع الجيش اعتقد كابتن احمد عجوز هيبدا بنفس التشكيل، يعني زي ما اتكلم علاء واشرف قدوا مباراه طيبه مع المصري حتى لو على فترات، لكن واضح لهم شكل، عارفين عايزين المباراه، ما بيدافعش، بيلعب على مكسب. وعشان كده زي احنا بنقول في الاول تكمله كلام اشرف، انك في الاول انا من وجهه نظري جمع نقاط على قد ما تقدر. الاداء الحلو اللي انت بتدور عليه هيجي، لكن مش العكس. لكن لو عملت العكس الاداء الحلو ده ان شاء الله اتفرج عليه في ممتاز به، مش هيبقى في الدوري ممتاز. والله عقبال ما تجمع نفسك عقبال ما تجمع الاداء الحلو كل الموضوع انتهى. لكن انا طبعا بتفق مع اشرف وعلاء ان في الاسابيع الاولى جمع نقاط، انت بعد كده هتبدا تستريح، خاصه قبل فتره التوقف. نروح للاسماعيلي. الاسماعيلي خسر اول مباراه امام النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء، ثم بعد ذلك فاز على الانتاج الحربي بهدف مقابل لا شيء. حتى الفوز كان فوز بندره اهداف من النادي الاسماعيلي. هل الاسماعيلي عانى من مباراه الاهلي انه صدم بالاهلي في البدايه؟ كان المفروض ما خدمتوش مباراه الاهلي يا كابتن علاء؟ بص يا كابتن تامر، في فرق بين مباراه الاهلي ومباراه الانتاج الحربي بالنسبه لاداء النادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي كسب مباراه ثانيه حضرتك زي ما تفضلت وقلت، اللي هو بس لكن في ندره في الاهداف، كسب 1-0 ويعني الفرص اللي ضايعه مش كتير. نعم. لكن في اختلاف في الاداء. اللي حصل لكابتن عماد غير في تكتيكه في مباراه الانتاج. هو لاعب مباراه النادي الاهلي، بيلعب النادي الاهلي في بدايه الدوري العام، بيلعب خارج ملعبه، بيلعب عنده القماشه لسه ما قدرش يحط ايده عليها او يفصلها صح لغايه دلوقتي. تمام. فبدا اللي هو يقفل مفاتيح النادي الاهلي، وكان واضح جدا في ادائه او في تكتيكه اللي هو قافل الجبهه الشمال لعلي معلول، ونجح في كده بالرغم ان الكل اجمع. وانا كنت في الاستوديو ده وقلت ان اداء النادي الاسماعيلي لا يرتقي باداء النادي الاسماعيلي. احنا عارفين الكوره في الاسماعيلي الكوره الجميله، الكوره اللي بتشبع جمهور المصري على جميع طوائفه، يعني مش بالشرط يبقى من الاسماعيليه. صحيح. وفعلا لما تيجي تعيد كده شيت المباراه يا كابتن، فعلا الاهداف كانت قليله جدا اللي ضاعت من النادي الاهلي على النادي الاسماعيلي. هو كسب بضربه الجزاء الاخيره، لكن تكتيكيا دفاعيا هو قدر يقفل مفاتيح النادي الاهلي. غير من ادائه في مباراه الانتاج الحربي، لكن تحس ان فرقه كوره نعم في طبعا هو يفتقد المهاجم او الاسترايكر اللي هو اللي تقدر تقول عليه سترايكر في النادي الاسماعيلي. يعني هو دلوقتي محتار ما بين بناهيني ومحتار ما بين شكري نجيب، واخد بالك. لكن كسترايكر مثلا زي مروان محسن، زي مثلا عمرو جمال، زي باسم، السترايكر مش موجود. تمام. فعشان كده هو بيعاني، لكن اداؤه اختلف. وبرضه عايز ارد برضه على كابتن علاء في حته اللي هو تغيير اللعيبه. عندنا هنا في مصر 90% النتيجه هي اللي بتحكم. الفرقه اتغلبت على طول، بص على التشكيل، بص على اللعيبه، غير من اللعيبه، تلاحظ كل التغييرات بتيجي بعد الهزائم. نعم. تمام. لكن عشان نصبر والحاجات دي كلها ما صعب. كابتن اشرف، فريق الاسماعيلي من الفرق برضو اللي غيرت من المباراه الاولى والمباراه الثانيه، تشكيلتين مختلفين. يمكن سعد حسني في الجبهه اليمنى، محمد ابو المجد، وبعدين دفع محمد ابو المجد قدام في المباراه الثانيه. غير برضو كابتن عماد سليمان في التشكيل. هي المشكله دي من قبل معظم الفرق، يعني عندك اللي حتى كمان بناخد كمثال المدربين الاجانب اللي المفروض ان هم يبقى عندهم استقرار في وادي دجله وسموحه، غيروا في بعد اول مباراه 5 لاعيبه هنا و5 لاعيبه هنا. هي المشكله اللي احنا كنا اتكلمنا فيها برضو، هل انت استعديت للدوري بشكل كويس ولا لا؟ ما بالمنظر ده يبقى لا، ما لعبش مباريات عشان تقدر تثبت تشكيلك تبتدي بيه. موضوع تثبيت التشكيل ده مهم جدا اكيد للاعب وللمدير الفني وللفرقه ككل، لان المفروض انت العدد المباريات اللي بتلعبها في بدايات فتره
الاستعداد للدوري مهم جدا ان انت تقدر ان انت تثبت تشكيل فيها، لكن صحيح. انت بتبتدي دلوقتي دخلت في مرحله المباريات الرسميه، فبالتالي كمان تبقى فيها صعوبه ان انت تغير. يبقى التغيير مش بيجي على الاداء بقى بتاع، لا ممكن تكون النتيجه زي ما كابتن علاء قال، ممكن هل النتيجه اللي تحكم، في مدربين بتمشي ورا الموضوع ده، بس طبعا انا مش مع كده. النادي الاسماعيلي في المباراه الاخيره ادى بشكل كويس وكل حاجه. مباراه الاهلي طبعا بالنسبه له موضوع ان الاسماعيلي يقابل الاهلي في اول مباراه مش مع ان هي دي مباراه بالنسبه له تبقى فيها تخوف، لان الفرقتين كبار جدا. احنا ممكن نقول على الفرق اللي لسه صاعده ان عندها مشكله لو قابلت مثلا الاهلي والزمالك والاسماعيلي ودجله وسموحه، ده اقول لك عندهم مشكله. نعم. لكن بالنسبه للاسماعيلي والاهلي والفرق الكبيره لا، انت هتقابل الفرقه دي في اول الدوري زيها زي اخر الدوري. لكن طبعا الكابتن عماد سليمان بيتعامل مع الوضع بتاع الفرقه بشكل كويس، يعني هو عارف امكانيات لعيبته، بيحاول ان هو يوصل لاداء نادي الاسماعيلي اللي قبل. عنده مجموعه لعيبه مميزه جدا، يعني عنده حتى في المنطقه بس ما عملش انتدابات كتيره، ما عملش انتدابات كتير الموسم. ما كان في ظروف في النادي كلنا كنا عارفينها، ما عملوش، لكن هم عندهم مجموعه كويسه مش وحشه. متاخر كمان، وهو جه في فتره متاخر. هو عنده حتى كمان في وسط الملعب كحسني عبد ربه من الناس اللي تحب ان هم يكونوا موجودين عندك في الملعب كليدر في الملعب او قائد في الملعب. مهم جدا يكون عندك واحد زيه بالوضع ده. عنده كمان محمد فتحي في وسط الملعب لاعب مميز جدا، هو ده محمد فتحي اساسي وعليه اللي بيبني عليه بالظبط. ومحمد فتحي محتاج واحد يبقى جنبه زي حسني عبد ربه، الاثنين بيكملوا بعض. يعني حسني عبد ربه عنده رؤيه كويسه جدا في الملعب، عنده التمريرات بتاعته مميزه، تسديد من خارج منطقه ال 18، بيكمل مع المهاجمين بشكل كويس. هو بيكمل لان هو مطمن ان في محمد فتحي موجود. عنده طرفين الملعب كويسين جدا، يعني سعد بيشتغل من ناحيه اليمين في اوقات كتير جدا كويس جدا، يعني بيزيد. طب قبل ما نروح لنقطه سعد يمكن نشارك في الموضوع ده مع بعض. حسني عبد ربه مع محمود متولي ولا محمود متولي مع محمد فتحي افضل ويكون حسني عبد ربه ثالث؟ يعني دي على حسب الفرقه اللي هيلعب قدامها الاسماعيلي. النهارده مثلا تفضل ايه؟ النهارده هو محمود متولي باصابه قلبي الدفاع، محمود متولي هيرجع قلب دفاع زي المباراه الماضيه. تمام. محمد فتحي وحسني عبد ربه. جنبيهم تورك ولا احمد جمال؟ وجنبيهم تورك، لان تورك ده لعيب كويس جدا قوي، ده لعيب هايل طبعا. عارف، هو بس محتاج، انت عارف الافارقه بيبقوا عايزين يلعبوا كتير عشان تاخد منهم صح. صحيح. موضوع ان انت بتلعب لاعب من اللاعبين اللي هم عندهم موهبه في الملعب، عنده النواحي الفنيه عاليه جدا، عنده المراوغه رائعه جدا، عنده الكرات البينيه كويسه، بيلعب الكرات الكروس باص بيعمله كويس هايل. وبعدين هو في كومبينيشن بينه وبين بناهيني كمان، يعني فانت لازم يكون واحد زي ده موجود، لان انت عندك محمد فتحي وعندك حسني. صحيح. فانت محتاج واحد يبقى هو الصانع اللعب اللي من تحت، البلاي ميكر ده مهم صحيح. جدا يبقى عنده القدرات دي. صحيح. فانا من رايي ان هو يكون موجود يلعب قدام الاثنين. هاخد بس راي كابتن علاء نبيل قبل حسني عبد ربه ومحمد فتحي ومحمد متولي. انا في تقديري محمود متولي سرد باك ورا، سرد باك، لانه طبعا اصابه نص الملعب. هو نص الملعب ممكن يبقى محمد فتحي هو اللي بيلعب ليبرو متقدم قدام متولي وشريف حازم، لان شريف حازم اتغير في اول المباراه اللي فاتت. صحيح. بكاسب مع فضيل، ويبقى احمد جمال فتحي واحمد جمال وحسني عبد ربه. وضع الاختلاف هيبقى ما بين شكري نجيب وتورك. طب حسب ما يعوزه الكابتن عماد سليمان المباراه. هاجي الحته القداميه، لكن عايز اروح بس اسال كابتن علاء في الثلاثي. انت تفضل كابتن اشرف تفضل تورك محمد فتحي وحسني عبد ربه، الكابتن علاء احمد جمال مكان تورك ويدفع بتورك يكون على الدكه وينزل، صح كده؟ مش لا، تورك هيبقى تحت ايمانويل، تحت بناهيني هو ابراهيم حسن. هيبقى بالتفاضل ما بين شكري نجيب وتورك. طيب. لا انا بتفق مع اشرف. انا طبعا من الاستوديو اللي فات يا تامر احنا بنتكلم، كان علاء معانا كتير، يمكن اشرف يعني مشرفنا اول سنه. دايما بنتكلم على تورك ده ان هو لعيب اولا مهاري جدا، ستايله حلو قوي زي اللعيبه اللي هم بتوع غانا، قريب من الارض، حركته سريعه جدا، زي ما بيقول اشرف بيعمل كره بنيه كويس قوي، بيعمل الكره عرضيه كويس، خطر جدا، ممكن يعمل لك تمريره لبناهيني يجيب اهداف كتير قوي. لا لعيب في نص الملعب مقلق، خصوصا في الثلث الاخير ده. انت في الثلث الاخير يا تامر دايما بتدور على حد عنده اللمسه الاخيره حلوه، ممكن يوصل الصحاره بتاعك على طول للهدف، ممكن هو بنفسه يعمل اختراق، ممكن يعمل لك كره عرضيه. كل اللي انا بتكلم عليه ده في تورك، لعيب سريع جدا وخطوته قصيره جدا. الكره لما تيجي معاه تحس دايما انت هتتفرج على حاجه حلوه، يعني مش لعيب عادي، يعني عنده مهاره. بس هي مشكله المهاره دي انك المره انت في الملعب كتير، ما ينفعش واحد مهاري يلعب ربع في نص، ينزل ما ينزلش ما يبداش، لا
ادام هو لعيب كويس قوي كده. انت تلعبه ارتكاز ولا تلعبه تحت راس الحربه زي ما كابتن؟ انا لعبه يعني انا هلعبه 2 في نص الملعب، هو اللي قدامهم. انت فاهمني؟ هو يبقى همزه الوصل في الثلث الاخير، هو الثلث الهجومي ده. حسني عبد ربه الموسم الماضي. لا اللي يقوم بيه تورك اسرع. حسني لعيب. طب تحط مين ارتكاز؟ 2. انا احط حسني وفتحي. ماشي. ومحمود متولي طلعته بره حساباتك؟ محمود متولي يلعب سد باك. لو كله رجع. لو موجود. لو كله رجع بقى، لو كله رجع يا تامر، انا لو كله رجع معلش انا ليا بقى، انا الثلاثه دول هم اللي هيلعبوا. انهي 3؟ متولي وفتحي وحسني. انا هلعب بالثلاثه. متولي وفتحي وحسني. انا هلعب بالثلاثه دول. طب بتاع تورك في ليه؟ لا ممكن ما يقعدش برضه. ما اقعدش تورك انا. ما هو ده اللي كنت بكلمك فيه بقى. هو ده اللي انا بتكلم فيه بقى بالظبط. انا من وجهه نظري كده، لو الثلاثه موجودين، لو انا المدير الفني الاسماعيلي، انا هلعب بالثلاثه دول وقدامهم تورك. كده ضمنت نص ملعب مقفول كويس قوي، وحسني عندك صانع العاب. الجزء الاخير او الثلث الهجومي اللي دايما علاء بيتكلم بيقول الاسماعيلي لسه كورته الحلوه اهدافه كتير مش موجوده، الراجل ده هيقوم بالدور ده بامتياز طبعا اكيد. يبقى هو الفرق دلوقتي عشان نرجع بقى، عشان انت سالتنا ودخلتنا كلنا في كل وقت امكانيات الاختلاف دلوقتي ما بين محمود متولي في نص الملعب ولا احمد جمال؟ ولا احمد جمال. لا محمود متولي. محمود متولي سرد باك في ما انت قلت لي لو رجع قال لك هلاعب الثلاثه محمود متولي. ما بتكلمش عن مباراه النهارده يا كابتن، بتكلم في مستقبلا. انا ما بتكلمش عن مباراه النهارده. يستفيد بيهم ازاي؟ يستفيد بيهم ازاي كابتن عماد سليمان. لكن مستقبلا النهارده معروف محمود متولي اكيد هيلعب سرد باك. انا عارف عندك معلومات. اذا نغلق ملف هذه المباراه. بنشكر طبعا زميلنا محمد اشرف كان متواجد في الاسماعيليه، وطبعا بعد كل هذه التقارير وتدريبات فريق نادي الاسماعيلي ومغادره فريق الاسماعيلي للقاهره. نفتح ملف اخر، مباراه بتروجيت واسوان. نبدا في البدايه ببطاقه هذه المباراه. بطاقه المباراه كالتالي: المواجهات في مواجهتين لكل منهما، لا يوجد فوز لبتروجيت وفوز وحيد لاسوان، والتعادل في مباراه وحيده. كابتن طلعت يوسف المدير الفني لفريق بتروجيت لعب في الموسم الحالي بتروجيت مباراتين، فوز في مباراه وتعادل في مباراه، ولا يخسر اي مباراه حتى الان من نقاط 4. اما بالنسبه لكابتن عماد النحاس لعب مباراتان وفوز في مباراه وحيده وخساره في مباراه وحيده وله من نقاط 3. تشكيله كلا الفريقين بعد هذا التقرير. بتروجيت اسوان ابقوا معنا.